سيداتي أنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع من نشأ في جنة العلماء بالأزهر الشريف، راشدنا للعلم، متخصص في علم اللغة وعلم الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، ولم يزل على عهده خلفا صالحا تقيا ورعيا عفيفا لا تشبع نفسه من التقيد تقربا لله. ونستهل لقاءنا اليوم بتقديم فائق التحيات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. العلاقة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اصبر بذات الدين تربت يداك. نقوم نختار المرأة ذات دين، مش لجمالها لأن جمالها زائل، مش مالها لأن مالها قد يطغيها، مش حسبها لأن الحسب ده يمكن عليه ما تتفقوش وبعدين يبقوا ضده وخصومه. أمال إيه لدينها؟ لأن عنصر التدين كلما مر به الزمن يربو ويقوى، لكن الأشياء الأخرى كلما مر بها الزمن إيه؟ تثبت وتضعف. طب أدي من ناحية المرأة. نيجي في الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. تبقى الزوجة ذات دين والزوج من ترضون دينه. لما إذا أدي اللبنة، فإذا كان الزوج ذات دين والمرأة ذات دين يبقى تضمن إن سلوكهم مع بعض هيبقى كويس، ويبقى سلوكهم مع من ينجبون يبقى كويس. ادي اول حاجه في خدمه الله. اذا كان الاثنين ذات دين يبقى الراجل مش هيعمل شيء والمراه تعمل، يلتقوا على الخير. مش ده له شيء وده شيء وده يدي مثل وده ويا بعض. والطفوله نعرف ان احنا ما بنوديش الولد يتعلم الا في سن 6. هو الولد يتعلم، ده الولد بيتعلم بمجرد ما جوارحه توجد، عينه وودنه وحواسه كلها بتتربى، ويفهم وهو صغير، ويفهم بالحال قبل المقال. يعني هو قام يشرب من القله ليه؟ ما حدش خاطبه بخطاب يفهمه يقول له اشرب من القله، انما هو شاف والد لما يقوم يشرب من القله فعرف وعرف انه ياكل، وعرف انه يشرب، وعرف انه لما ابوه يروح دورة الميه، فعرف قبل ان يفهم المقال علم بالحال. فتبقى التربيه بالحال قبل المقال. الولد لما بيشوف ابوه وامه متدينين، ساعه ما ادان الاذان جه قاموا يصلوا، ساعه ما بيسمع هو الاذان يروح جايب المصليه وفاردها وواقف برضه وياهم. اذا يعني ربي بالحال قبل الايه؟ قبل المقال. واياك ان يختلف قولك عن عملك. ده اللي بيفسد التربيه كده. يعني راجل قاعد يشرح لابنه الصدق وميزه الصدق خلاص محاضره، وبعدين ضرب الجرس فقال له يا ولا ان كان فلان قول له ابويا مش هنا، او هدم كل اللي قالوا له يا ابن الكلب، لكم كلام ينقال ولكم فعل ينفعل. دي الثقه بتاعته تضعف ابوه، فسدت التربيه. فلو احنا عملنا كده المجتمع كله يبقى سليم، ولا تبقاش البدع اللي انت بتقول عليها انتشرت دي. لان بقى التربيه الاسلاميه 7 نربي، و7 نأدب، و7 نصاحب. نربي يعني ايه؟ نربي يعني نوجهه الى الخير، ونغلط نصحح له بدون عقوبه. لا يا احنا مش قلنا كده. ادي التربيه. الادب انا وديته الاصول. لما يجي يقول له انا مش سبق قلت لك كذا كذا كذا، وبعدين 7 بقى الثالثه هي دي بقى اللي فيها الخطوره، لان جد في نفس الواحد والوحده شيء ما كانش موجود، اللي هي المراهقه والغريزه. فالغريزه هتخليه يعمل كده نقول له بقى قلل تواجده مع نفسه اولا، وقلل تواجده مع قرناء السوء. كل تعالى اقرا لي الجرايد، تعالى نزور لما نروح نزور فلان، تعال تل وقتك كده. ان مرت 7 بهذا الشكل لا يفسد واحد بعد 21 سنه ابدا. ولذلك قال ربه 7 وأدبه 7
وصاحبه 7 ثم اترك حبله على غريب ما عادش يحصل منه ايه. احنا ما بنعملش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صدق الله العظيم. واجب النفقة على الأولاد. الكلام في مهمة المرأة مع الولد الطفل ومهمة الرجل. مهمة المرأة أن تحمله أولا، ثم تتعهده في الرضاعة بحضانته حتى يستغني بنفسه. هي في العملية دي مين بقى يقوم بالمصاريف دي والنفقة؟ المولود لا، يعني الأب. يبقى إذن المرأة لها مهمة في بيتها، حملت ووضعت وربت، والوالد هو اللي بيكدح بره في السوق يجيب لهم بقى الرزق والكسوة ومش عارف ايه بالمعروف، يعني لا هو مقتر ولا هو مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. الرجال ده صنف الذكور والإناث صنف الأنوثة. خلاص. مهمة الرجل إيه ومهمة المرأة إيه؟ حددها الله في أول آية نزلت أيام آدم. فلما يجي يقول لك الذكر والأنثى ضروري لعمارة الكون، وعمل لهم نظام عشان يلتقوا على صلاح وعلى وضوح، يعني بدون تلصص. فلما ربنا قال لآدم اوعى تسمع كلام الشيطان، قال انت سمعت كلامه حصل اللي حصل، وهتخرج من الجنة اللي كنت بتاكل فيها رغدا زي ما انت عايز، ولا بتتعب ولا بتعمل اي حاجة، ولا يخرجنكما اللي مين ومين، هو وزوجته. كان الاصول يقول فتشقيا تتعبوا، انما هو قال فتشقى بس. كأن المرأة ربنا نجاها من الشقى وخلى الشقى في حركة الحياة وكدحها لمين؟ للرجل، وهي تفضل ست بيت زي ما بيقولوا، تدير له ماله وتربي له عياله ومش عارف ايه. ومن الذي يقوم بحركة الحياة والمعيشة؟ الرجل. فالرجل هو الذي قوام على المرأة، يعني يقوم على مصالحها. احنا بنفهم انه قوام يعني ايه؟ افضل. لا، ده قوام يريحها بأنه هو يشقى في اسباب الحياه، وهي تبقى في البيت، لانها هتحضن اطفال وهتبقى تحمل وبعدين تضع وبعدين تحضن اطفال وبعدين تدبر له ماله وبعدين تهيئ له المسائل الصالحه، بحيث اذا جاء يبقى معنى قوامون قائم على امره. لما تقول فلان قائم على امر البلد يبقى معناها ايه؟ مسيطر ولا هو مصالحهم كلها عنده؟ يبقى قوامون على النساء يعني قائمون على امر حاجاتهم، وهم يفرغوا لمهمتهم الايه؟ الاساسيه. الحلف بالطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نود أن نعرف رأي حضرتك عن جزاء من يحلف بالطلاق. من ايه؟ من يحلف بالطلاق. الإنسان استحل زوجته بكلمة واحدة، زوجني زوجتك. ده في إرادة الالتقاء اكتفى بالكلمة، لكن في إرادة الفرقة بعد ما حدث عشرة وألف طلق ما عملهاش كلمة واحدة. ما قالش لما تقولي أنت طالق تروح زي ما خدتها بكلمة تطلع بكلمة، لا. بس الحق سبحانه وتعالى يحترم الآراض النفسية التي تنشأ عند النفس البشرية،
فما عملش الطلاق بكلمة واحدة زي الجواز، خلاها 3 مرات. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأنه لما يطلق وبعدين يراجع نفسه مش عارف إيه يرجع تاني، يطلق مرة ثانية يرجع تاني، بقى نطلق ثالثة وبقت شغلانة بقى، نقول له لا بقى خلاص حتى تنكح زوجا غيره. ده كسر لأنفه وغيرته، نشوفها كان عايزها بقى يستنى لما تتجوز واحد تاني ويتمتع بها كده اهو، وبعدين يطلقها طلاق طبيعي، مش يستعمل محلل، لا يطلقها طلاق طبيعي. فإذا عرف الإنسان كذلك يوم يتريث بقى وإيه ويحافظ على كلمة أبغض، ولذلك كان أبغض الحلال عند الله الطلاق. الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. عقوبة الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.